كلنا كنعرفوا باللي السحر واحد الحاجه اللي محرمه وكلها شرك في شرك، والناس اللي كيمارسوا السحر سواء كيكونوا نساء ولا رجال، يعني الطرفين بجوجهم كيتعاطاو للسحر، وبطبيعه الحال كيديروها لاغراض معينه باش يضروا بها ناس اخرين. مثلا المراه كتمشي تسحر لراجلها، بعض الحالات الراجل كيمشي يسحر لمرته، او كتلقى شي واحد كيسحر لشي واحد ما حاملوش، او لشي وحده سحرات لشي وحده ولا شي واحد حيت ما تزوجش بها او لا خانها ولا دار لها معاها شي حاجه. يعني الظروف ولا الاسباب ديال السحر كيكونوا متنوعه، لكن باش الام هي اللي تسحر الولده هذه واحد الحاجه اللي غريبه ونادره وعمرنا ما سمعناها. وهذا الشيء بالضبط هو اللي غادي نشوفوه في القصه ديالنا ديال اليوم. علاش هاد الام سحرات الولده؟ شنو هو السبب اللي خلاها دير هاد الشيء؟ وغير باش تعرفوا الخوت باللي هاد الشيء كامل اللي غادي نعاود لكم في القصه ديال اليوم كله حقيقي ب100%. واخا في الحقيقه بعض الناس هاد الشيء اللي غادي نعاود ليهم غادي يجيهم بحال الخيال ولا قريب للخيال، حيت بكل بساطه عمرهم ما عاشوا هاد الشيء او لا جربوه. والله ينجيهم والله ينجينا كاملين. وقبل ما نبداو الخوت في الاحداث ديال القصه ديالنا، بغيت غير نقول لكم باللي الساحر كيفاش حتى كيولي ساحر وكيولي قاطع يده من يد الرحمن. اولا خاصو يكون عنده الاصرار وما تكونش عنده الحشمه والضمير، وما عندوش الاحساس بالرحمه ولا بالشفقه. زائد انه خاصو يكون عدو لجميع الاديان، يعني ما عنده لا دين لا مله. زائد انه يكون مستعد باش يدير اي جريمه كيف ما بغات تكون. زائد يكون بحال شي زباله حاشاكم، يعني حوايجو ديما كيكونوا مسخين. كيحرم الجسم ديالو من الصابون ومن الماء، يعني الريحه ديالو كتكون خانزه عزكم الله. داك الساعه ملي كيحقق هاد الشروط عادي يقدر يشوف هذاك المخلوق اللي لعنه الله الى يوم الدين واللي هو الشيطان. داك الساحر خاصو يكونوا عنده كتب ديال السحر اللي غابره، وخاصو يخرج بالليل ويمشي لشي بلاصه مهجوره او لشي دار خاوي ولا شي خربه اللي فيها الزباله. المهم البلايص اللي كيكونوا عامرين بالشياطين. تماك كيحيد حوايجو كاملين وكيرسم واحد الدائره كيرسم وسطها واحد الطلاسم واسماء ديال الشياطين. تماك كيكمل الطقوس ديالو اللي بالفضل ديال هذوك الطقوس غادي يولي ساحر خطير ما كيعرفش بينه وبين الله، وكيكون كفر بالله عز وجل. من بعد ما عطيتكم غير واحد اللمحه بسيطه على الساحر والحياه ديالو كيفاش كتكون، واخا في الحقيقه الا جيت نعاود لكم على الحياه ديالو غادي خصني حلقه طويله فيها اكثر من ساعه، لكن حاولت نعطيكم غير واحد اللمحه اللي بسيطه. اما دابا غادي نبداو نيشان في القصه ديالنا واللي حكاها لنا واحد السيد الاسم ديالو محمد. غادي نعاود لكم القصه بالاسم ديال محمد. الاسم ديالي هو محمد، انا موظف في واحد الشركه سياحيه. من بعد ما كملت القرايه ديالي وخدمت تعرفت على واحد بنت الناس اللي صراحه بغيتها، وهاد البنت كانت خدامه عندنا نيت في الشركه فين خدامه. الاسم ديالها كان هو ساره، وصراحه دوزنا انا وياها واحد الاوقات اللي زوين. كانت بيناتنا واحد القصه ديال الحب اللي طويله بزاف، حتى الاخير قررت انني صافي غادي نتزوج بها وغادي نتجمعوا مع بعضياتنا. المهم قررت انني غادي نمشي نخطبها. بطبيعه الحال الخوت كيف كتعرفوا في جميع العائلات المغربيه كان ضروري خاصني نمشي نتشاور مع موالين الدار ونقول لهم هذه الفكره ضروري. وداكشي نيت اللي درت بالضبط. استغليت الفرصه فاش كانوا العائله كاملين مجموعه، حتى فاجاتهم وقلت لهم باللي راني ناوي نخطب واحد البنت راني تعرفت عليها وبنت الناس. صراحه كل شيء فرح ليا بزاف. الوالده كل شيء فرح، قال لي خالتي سكتات وما زادت حتى شي كلمه. وبعد اخيرا غادي تكمل. المهم كملت الفرحه انا والوالدين، حيت اصلا خالتي انا ماشي على بالي فرحاتش لي. تشاورت مع الوالدين ديالي انا واللي كيهمني الراي ديالهم، وحدوا موافقوني الراي. فصافي غادي نتوكل على الله. لكن تماك خالتي فين دارت عمره 24 صراحه وصافي راه خدام وكيشناضت من تماك يتزوج لي خلاتها. خالتي سكتات صراحه ما فهمنا حتى شي حاجه. الوالده دوات معايا غير في ودني مبتسمه، قالت لي يمكن خالتك واقيلا راه تقلقات حيت كانت بغاتك تزوج بنتها، داكشي باش واقيلا تقلقات. قلت لها ويلي الوالده واش كدو من نيتك واش بنتها مروه؟ قالت لي راه واقيلا كانت بغات تزوجك بنتها مروه. قلت لها لا الوالده راك عارفاني انا. المهم صافي غيرنا الهضره. المهم الوالده سولاتني قالت لي فوقاش ولدي غادي نمشيو نخطبوا ليك ان شاء الله؟ قلت لها الا بغيتو الوالده راه نهار الخميس نمشيو ان شاء الله نتوكلوا على الله. قالت لي الوالده صافي ولدي مرحبا امين. هي هذيك انا جلست كنوجد راسي، وراكم عارفين الخوت الانسان ملي كيكون غادي يمشي يخطب كيكون عنده واحد الاحساس ديال ستريس مع الفرحه مع واش يعني كيتخلطوا عليك بزاف الاحاسيس. بالفعل وصل نهار الخميس ومشينا كاملين العائله كامله عند دار ساره البنت اللي غادي نخطبها. صراحه فرحوا بينا بزاف، وكان اصلا داك النهار ديال التعارف وخطوبه،
فرحوا بينا بزاف وما خلاو ما داروا علينا وكبروا بينا. هضرت انا مع الاب ديال ساره والام ديالها، صراحه كانوا واحد الناس اللي طيبين والله يعمرها دار، يعني دو معايا بواحد الطريقه زوينه بحال ولدهم. طبيعه الحال الاب ديال ساره كانت بنته ديجا قالت لي هاد الهضره هادي، داكشي باش حتى هو وافق، والحمد لله داكشي اللي كنت باغي تيسر. وحنا جالسين هذيك الجلسه العائليه مجموعين، حتى مرات خالي جات معنا، نسيت ما قلتش ليكم، حتى هي قالت لي بغيت نمشي معاكم، قلت لها صافي مرحبا. المهم حتى هي كانت جالسه معنا في هذاك المجمع العائلي، وواحد شويه ناضت عند ساره، مشات عند الصراحه مرت خالي ديك الساعه، حيدات ديك الغباشه اللي كانت في الدار وداكشي، يعني صافي ما بقاتش كاعيه وما بقاتش. مشات عند ساره دوات معاها زوين، ضحكات معاها، جراتها قالت لها بغيت نقول لك شي حاجه، جراتها بعداتها وعطاتها واحد الخاتم، قالت لي هذا الخاتم اللي عطيتك بغيت نشوفه في يدك كيفاش غادي يجي معاك وبغيت نعطيه لك خوديه. ساره لبسات الخاتم والصراحه جاها زوين بزاف. خالتي قالت لي هذا كادو من عندي، خوديه بصحتك بنتي. وصراحه ما نكذبش عليكم حتى انا جاني داك الجاست ديال خالتي جاني زوين بزاف، يعني كبرات بيا وكبرات بساره، يعني جبني داك الجاست ديالها. المهم هذاك النهار غادي يدوز بخير ولا خير، والحمد لله داك ستريس كامل اللي كنت كنحس به يعني ما بقاش، الحمد لله ملي دازت الامور مزيانه. حتى وصل الليل رجعت انا للدار وساره بقات في دارها، وبدينا كندويو في التليفون، يعني ديك المكالمه ديال العشاق. كنا كندويو في التليفون شادين ستون. واحد شويه ساره دوات معايا قالت لي راني بغيت نقول لك شي هضره محمد وما تقلقش مني. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي داك الخاتم اللي جابت لي خالتك الصراحه ما عجبنيش. قلت لها علاش مالو شنو فيه؟ قالت لي ودي راه مكتوب فيه شي حروف اللي مخربقه وما مفهوماش، ودوك الحروف ما ارتحيتش ليهم. انا جاوبتها قلت لها ودي غير بعدا ملي جابت لك خاتم بعدا راه واحد الجيست اللي زوين اللي دارت معاك، بعدا الحمد لله ملي دارت معاك هذا الجيست، يعني واخا تلبسي ولا ما تلبسيش ماشي مشكل. واحد شويه صار كتقول لي اويلي فين مشى الخاتم؟ الخاتم كان حدايا. انا كندوي معاها في التليفون قلت لها ويلي فين حطيتي الخاتم؟ قالت لي راه يلاه كان حدايا. ويلي خبر ما كاينش. قلت لها ما جات خالتي وداتو لك، ياك ما جات خطفاتو لك، يعني غير كنضحك معاها. واحد شويه الصوت ديال ساره غادي تقطع. قلت لها ساره فين مشيتي؟ جاوبيني. لكن والو ما كنسمع حتى شي حاجه، قطعت المكالمه هكاك. عاودت صونيت عليها وكنصوني والو ما كتجاوبنيش. انا صراحه هنا ما نكذبش عليكم دخلني الشك في البلاصه، عيطت لبوها واخا في الحقيقه كان الوقت فات الحال شويه. قلت لي الو عمي كيدير بخير؟ قلت له ودي راني كنت كندوي مع ساره دابا وتقطعت المكالمه، كنعاود نعيط لها ما كتجاوبنيش. قال لي واخا ولدي خليك معايا انا غادي نشوفها. هو معايا في المكالمه وتم غاديك عيط لها ساره. واحد شويه كنسمع امها كتغوت بالجهد ما عرفت واش كضرب في خاضه ولا ما عرفت، كتقول ساره بحال كتغوت شي حاجه شافتها خطيره. ما يمكنش الخوت، انا ديك الخلعه اللي حسيت بها في البلاصه نقصت لبست حوايجي وتميت غادي قاص الدار. بديت كندق في الباب كندق والو ما كيجاوبني حتى شي واحد الجار مسكين كان حداهم خرج عندي قال لي ولدي واش كتدق على الناس؟ قلت لي راه كندق عليهم. فينهم؟ قال لي ودي راهم مشاو للكلينيك. قلت لي كيفاش عمي كلينيك؟ قال لي راه جات شي امبيلونس ردات وقيله البنت ديالهم ساره سخفانه ومشاو للكلينيك الفلاني. انا في البلاصه مشيت نيشان طاير للكلينيك. ملي دخلت كلينيك لقيت الاب ديال ساره الام ديالها وشي ناس من عائلتها واقفين كيتسناو فيها على برا. مشيت عند بوها قلت ليها عمي ياك لاباس شنو واقع؟ قول لي شنو كاين. قال لي يا ولدي انا صراحه ما عرفتش مالها. ملي دخلنا البيت راني لقيناها سخفانه في الارض وطايحه في الارض ويديها كيدوز منهم الدم، والصباع ديالها كانوا زرقين بزاف بواحد الطريقه ماشي هذيك ما عجباتناش ولدي. والمصيبه الكبيره هو ان دابا الدكاتره كلهم ما عارفينش شنو عندها وشنو بيها. انا في البلاصه مشيت لهذيك الغرفه في كانت ساره متكيه لكن ما خلاونيش ندخل. طليت عليها غير من بعيد، كانت كتبان لي الدريه بحال مريضه هذه اكثر من شهرين، تحت عينيها كانوا زرقين، كانت مغطاه وفي واحد الحاله ما عجباتنيش، يعني بحال مريضه. سولت الطبيب قلت ليه شنو كاين السي الطبيب ياك ما عندها باس؟ قال لي هاد الساعه مازال ما عرفناش، ان شاء الله الا كانت شي حاجه جديده راه غادي نقولوها لكم. انا ما نكذبش عليكم في هذيك اللحظه كنت معصب وخفت ساره لا تمشي مني، واصلا يلاه ناوي نتزوجوا. ما نكذبش عليكم فقدت الاعصاب على راسي وغوتت على الطبيب. قلت ليه بالسلامه نتوما شنو كديروا هنا ملي ما عارفين شنو عندهم ما قادرينش تعتقوها؟ نتوما لاش صالحين؟ صراحه ما كانش خاصني ندير بحال هكا بحكم انني كنت معصب. الطبيب الله يعمر دار جاوبني بواحد الطريقه زوينه، قال لي راه كاينين الناس اللي متخصصين اكثر منا في هذا الشيء، سيروا ديوها لواحد المستشفى اخر الفلاني باش يشوفوها ويشوفوا الحاله ديالها. من بعد واحد الوقت طويل هزيناها في الاسعاف وديناها لديك المستشفى اللي قال لنا داك الطبيب، لكن ملي دخلنا حتى هما والو ما عرفوش الحاله ديالها. اش غادي نقول لكم الخوت، درنا وقيله على شي 3 ولا 4 المستشفيات والو بدون حتى شي فائده، حتى شي حد ما عرف الحاله ديالها الا واحد الطبيب بوحدو اللي حس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. قال لنا اودي جيبوا ليها شي فقيه اللي يكون كيعرف بينه وبين الله يقرا عليها شي بركه ديال القران، اما بنتكم راه ما عندها والو، يعني الراديو وكل شيء كيبين ان الصحه ديالها مزيان. حنا ملي سمعنا هاد الهضره صافي رجعنا ساره للدار بحكم ان ما شافوا في الراديو والو، الحاله ديالها مزيانه لكن السيده سخفانه، يعني داكشي باش اضطرينا اننا غادي نرجعوا للدار
ونشوفوا شي فقيه يجي يقرا على شي بركه ديال القران والرقيه. وبالفعل داكشي اللي غادي يدير الاب ديالها، غادي يجيب واحد الفقيه اسم ديالو الشيخ حسن. هذا الفقيه غادي يبدا يقرا عليها واحد البركه ديال القران حتى الحمد لله ساره فاقت. لكن المصيبه في هادشي فاقت واحده اخرى، بدات كتهرس اي حاجه قدامها، كتهزها كتهرسها، بدات كتقمش في راسها. صراحه ما فهمنا حتى شي حاجه من هادشي اللي كنشوفوا، هذا المنظر اللي كنشوفوا فيه ما عرفنا باش نفسروه. شنو طرا لساره حتى ولات بحال هكا، ولات بحال شي مسطيه. اما داك الفقيه حسن ما عرف ما يدير، بقى غير كيشوف فيها تا هو. امها وباها كانوا كيبكيو حداها وانا كنت انايا حداهم. فاش فاقت ساره ما فهمات والو، بحال كانت كتحلم. دوات معنا قالت لنا شنو واقع، بدات كتشوف في يدها وكتقول لنا وشكون قمشني انا، اواه شنو بيا، مالي مشعكه مالي هكا. شافت فيا قالت لي محمد انت هنايا، فرحات. صراحه بقات فيا بزاف، كنت غادي نبكي على شويه، كنت غادي نبكي، لكن حاولت انني نتمالك نفسي باش ما نزيدش عليها. ما بغيتش نبين لها باللي راه كاينه شي حاجه واقعه، يعني حاولت نضحك ونبين على انه ما طاري والو. لكن هي حسات وبدات كتشوف فينا وكتقول لنا مالكم كتشوفوا فيها هكا، واش واقعه شي حاجه؟ تقول لنا مالكم كتشوفوا فيها هكا، واش واقعه شي حاجه؟ واش مخبين عليا؟ حدي دويت معها انا، قلت لها شوفي يا ساره، واش عقلتي فاش كنت كندوي انا وياك في التليفون؟ قالت لي عقلت. قلت لها في هذيك اللحظه فاش كنا كندويو شنو وقع بالضبط؟ قالت لي كنا كندويو ونعست، هادشي اللي كاين. قلت لها واش ما عقلتي على حتى شي حاجه اخرى وقعت ليك؟ قالت لي لا. انا صراحه هنايا عرفت باللي القضيه فيها وغالبا هادشي يمكن عنده شي علاقه بالجن او بالمس كيف كنقولوا، يعني عرفت هادشي غادي يكون متعلق بهذا العالم. جاتني واحد الفكره، هزيت القران وعطيته لها، قلت لها ساره هاكي قراي القران. هنا هي بدات كتغوت وكتقول لي بعد عليا هادشي، بدات كتغوت عاوتاني وكتقول لي بعد مني حتى انت، ما بغيتكش. انا كنسول قلت لها علاش شنو درت لك؟ قالت لي ما كنبغيكش، انا ما كنبغيكش غير بعد مني، عطيني اتساع. بوها شافها قال لها شنو كتقول يا ساره، انا على الشيطان، راه السيد زعما راجلك هذا دابا. ساره عاوتاني دوات مع باها قالت ليه واش شي واحد كان كيسولني دابا؟ انا نقصت قلت لها راني كنت كنسولك لكن قلت لك هاكي قراي القران. قلت لي شنو؟ قلت لها قراي القران. قلت لي ما كنسمعك شنو كتقول؟ قلت لها قراي القران. غوت بالجاد، قلت لها والو ما كنسمع والو، غوت بالجاد على حرجه. قلت لها قراي القران. امها كانت غير كتشوف هذا المنظر ومصدومه كتقول اواه شنو وقع للبنت مالها؟ قلت لها مالك بنتي شنو عندك شنو واقع لك؟ قلت لها انا ما بيا والو ماما مالي. دويت معنا قلت لها واش ماماك سمعتيها وانا ملي دويت معاك ما سمعتينيش؟ صراحه انا هنايا تقلقت، نط من حداهم ومشيت بحالي للدار. كنت مقلق من هذيك ردة الفعل ديالها، يعني بحال ما اعتبرتنيش وما سمعتش لي انا وسمعت ماما اللي كانت حداها. زائد هذيك الهضره اللي قالت لي ديال ما كنبغيكش وقدامهم، يعني صراحه تقلقت. حيت ما نكذبش عليكم الخوت حتى لهنا مازال ما كنت عارف الحاله ديال ساره كيفاش دايره بالضبط، يعني مازال ما عارف شنو كاين، حيت داكشي اللي كاين خطر من داكشي اللي تقدروا تتخيلوا. دخلت للدار مشيت باش نلبس واحد التيشيرت خليته فوق الناموسيه لكن ما لقيتوش. سولت الواد قلت له الواد واحد التيشيرت هنا كان واش صبنتيه؟ قلت لي لا ولدي ما هزيت لك والو. قلت له ويلي راه كان محطوط هنا. قلت لي لا ولدي راه ما هزيت حتى شي حاجه، ما دخلتش لبيتك. صراحه جاني هادشي في شكل. المهم مشيت شديت بلاصتي ونعست. لكن في هذيك اللحظه اللي انا يلاه نعست وكنطيب في نعاسي، يعني عارفين الخوت ديك اللحظه فاش يلاه كتحطوا راسكم على المخده كتبداو تفكروا كتبداو تاملوا. ديك الساعه انا كنت كنفكر في هادشي اللي وقع، وحتى رديت البال لواحد المرايه عندي في البيت طويله بانت لي مشقوقه. اما الباب ديال البيت فكان مسدود. اواه مال هاد المرايه مشقوقه، شكون دار لها بحال هكا؟ شكون دار لها الحاله؟ واحد شويه بديت كنسمع واحد الصوت حدا الباب، واحد الصوت حدا الباب بحال تخرشيش. ملي درت الجهه ديال الباب غادي تبان لي واحد الحاجه اللي طويله وعاطياني بالظهر. انا صراحه شدتني واحد الخلعه ما يمكنش، لكن قلت يمكن هادو واقيلا غير الحوايج اللي معلقين في الباب. كنظن الخوت نتوما تكون طاري لكم هاد القضيه، كنكونوا ناعسين ولا هذا كتشوف شي حاجه كتخيل بحال شي واحد واقف، ولكن كيكونوا غير حوايج معلقين ولا شي حاجه هكا. لكن واخا هكاك زدت حققت مزيان كيبان لي بصح شي واحد واقف وطويل. في ديك اللحظه ما نكذبش عليكم ما بقيتش قادر انني نمد يدي على الضوء باش نشعلو، يعني جمدت في بلاصتي وكرمت، بقيت غير كنشوف هذاك المنظر. حتى لواحد اللحظه داكشي اللي كان قدامي يبان لي كيحرك في راسو. اواه هادشي اللي كنشوف فيه ما كنتخيلش هادشي حقيقه. في ديك اللحظه غطيت وجهي وتخشيت في بلاصتي، ما قدرت ندير حتى شي حركه بحال شي دري صغير، بحال دوك الدراري الصغار اللي كيخافوا كيغطوا وجههم بحال هكا درت تمام. واحد اللحظه كنحس بشي حاجه كتجبد ليا في الغطا ديالي، وفعلا هذاك الغطا بدا كيتجبد بشويه بشويه. انا كنحاول نرجع داك الغطا لكن والو، هو كيتجبد. حاولت ودرت جهدي كامل لكن والو، داك الغطا غادي يتجبد وغادي يتلاح في الارض غادي يتحطم. انا في ديك اللحظه ما بقى لي فين نتخبى، وداك الغطا غادي يتجبد وغادي يتلاح في الارض غادي يتحطم. انا في ديك اللحظه ما بقى لي فين نتخبى ولا نزيد مازال نوهم راسي. نط نيشان شعلت الضوء، لكن ملي شعلته
والو ما كيشحلش وسط هذيك الخلعه وسط هذاك الجو بحال هكاك حسيت بواحد الهوى ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم اني اعوذ بك من همزات الشيطان. ديك اللحظه اللي كنت واقف فيها كنت قدام الباب وما قادرش نشوف ورايا ولا نشوف شكون اللي ورايا، يعني كيبان لي غير الباب نيشان غادي نمشي نقصدو وغادي نحلو. بالفعل داكشي نيت اللي درت، مشيت نيشان قصدت الباب كنجري، لكن تخيلوا في هذه اللحظه غادي نحس بحال الا عفطت على شي حاجه. والمشكله داكشي اللي عفطت عليه كان بحال شي جسم. ملي عفطت على داكشي انايا طحت على الارض، لكن واخا هكاك نط ومشيت نيشان جهه الباب. حليت الباب ديال البيت ومشيت نيشان للصالون، شعلت الضوء، مشيت لقيت واحد المصحف ديال القران وبديت كنقرا. تخيلوا معايا الخوت بقيت كنقرا في القران الليل كامل بهذاك المنظر اللي شفت. حيت داكشي اللي عشت اليوم ما كيتقبلوا لا عقل ولا منطق. المهم هذيك الليله عشت فيها الرعب ديال بصح. كان التليفون ديالي كيصوني وانا نلقى الاب ديال ساره كيعيط لي. قلت والله الا نيت يلاه كنت كنفكر فيها. جاوبت الاب ديالها قلت لي السلام عمي. قال لي شوف ولدي جي عندنا دابا للدار. مشيت عندهم للدار وانا طالع في الدروج كنسمع في الصوت ديال ساره وهي كتغوت على حر جهدها. دقيت الباب ديال الدار حل لي باها ودخلت. تخيلوا معايا الخوت ملي دخلت الاب ديالها كان في واحد الحاله ديال الصدمه وديال الحزن. قال لي شوف ولدي محمد بغيت ندوي معاك. قال لي يا ولدي كل حاجه عندها بدايه وعندها نهايه، وهذيك ساره اللي تعرفتي عليها راه ما بقاتش هذيك ساره اللي عرفتي، راه دابا ولات وحده اخرى. كيفاش يا عمي؟ واش من بعد هادشي كامل اللي دوزنا صافي؟ راه ما يمكنش عمي نسمح فيها، واخا ما عرفت كيفاش غادي تكون الحاله ديالها، واخا ما عرفت شنو يطرا. الاب ديالها بقى غير كيشوف فيا وما جاوبنيش. واحد اللحظه غادي نشوف ساره خرجت من الكوزينه ومشات للحمام. الوقيته اللي خرجت من الكوزينه شافت فيه ضحكات ومشات للحمام. قلت لي عمي ها هي ساره الحمد لله بخير ولا خير. قال لي شنو كتقول ولدي؟ قلت لي ها هي يلا خرجت من الكوزينه ومشات للحمام. قال لي واش شويه لاباس ولدي انت؟ قال لي واش واقع لك شي حاجه؟ واش مناعش ولا شنو؟ راه ساره راها مريضه راها في بيتها. اش كتقول؟ قلت له لا عمي راه والله الا خرجت من الكوزينه ومشات للحمام. اجيو نشوفوا يلا نمشيو نشوف. قال لي واخا يلا. دار لي خاطري. ملي مشينا للحمام وحلينا الباب بصح الحمام خاوي ما فيه حتى شي واحد. واش كنتخيل ولا شنو هادشي اللي كنعيش؟ قال لي يا ولدي راك واقيلا غير كتخيل وتنت الحاله ديالك والنفسيه ديالك شويه مازال ماشي هي هذيك. اصلا ساره راها مريضه بزاف وما تقدرش تنوض من بيتها. ما نكذبش عليكم الخوت انا في هذيك اللحظه بقيت غير ساكت، ما قدرت نزيد حتى شي كلمه، حيت لزت شي كلمه غادي يقولوا عليا حتى انا مسطي. المهم مشينا للبيت ديالها وحلي الباب ديال البيت ديالها. دخلت لقيت ساره ناعسه في الفراش وامها مسكينه جالسه حداها وكانت واحد الحاله حتى هي. راكم عارفين الخوت الام كيخافوا بزاف، ما قدرتش نعبر حيت الام كتخاف بزاف على بنتها وعلى ولدها. يعني كانت واحد الحاله ربي اللي عالم بها. كانت ساره متكيه في الناموسيه والام ديالها كتنقي ليها في التفاح وكتعطيها لعل وعسى تاكل شويه. ام ديال ساره ملي شافني دخلت ناضت مسكينه من بلاصتها، حطات داك التفاح وداك الشيء حطاتو تماك، ناضت من بلاصتها وجات لعندي سلمات عليه وقالت لي يا ولدي محمد راه ساره ملي كتكون في الحاله ديال الطبيعيه راه كتبدا تقول سميتك وكتبدا تعيط لك. صراحه انا في هذه اللحظه ما نكذبش عليكم عجبني الحال بزاف وفرحت. لكن سولتها قلت لها كيفاش زعما الحاله ديال الطبيعيه؟ قالت لي ملي كنرشوا عليها الماء اللي مقري عليه القران، يعني ماء مرقي، ملي كنرشوا عليه عاد كتولي في الحاله ديالها الطبيعيه.